ليه كل الناس الفترة دي بتيجي دبي وقد بتستثمر فيها بشكل قوي جدا؟ هل هو ده حقيقي اصلا بيحصل ولا ما بيحصلش؟ لا بيحصل. لو الناس اللي متابعه هتبص تلاقي ان في اكبر قدر مش طبيعي الفتره دي من حاله الشراء العقاري اللي جاي من بره دبي لجوه دبي. السبب في ده سبب يمكن ناس كتيره متابعه الاحداث عارفه ان الاحداث السياسيه والاقتصاديه العالميه مؤثره على الموضوع ده بشكل قوي جدا جدا، مخليه السوق بتاع دبي العقاري، ويمكن السوق بوجه عام مش العقاري فقط، حتى الاستثماري في الانشطه المختلفه مزدهر بشكل مش طبيعي. وده بسبب زي ما انا قلت من شويه الاحداث السياسيه والاحداث الاقتصاديه حوالين العالم كلها خلت دبي هي الهب للمجتمع كله او الدولي، بحيث ان كل من هو بيحصل عنده ازمه اقتصاديه او سياسيه او اي مشاكل او حتى بيرنو ان هو الاستثمار بتاعه يكبر بيتحرك دلوقتي اتجاه دبي. ليه؟ عشان في استقرار اقتصادي واستقرار امني واستقرار سياسي كبير جدا في دبي. وبعيدا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي اللي في دبي، في امان اقتصادي. ايه الامان الاقتصادي؟ ان اغلب الناس بقت عارفه دلوقتي ان هي لما بتيجي دبي، اولا دبي بقت دوله قانون، اتنين في انظمه ومعايير وقواعد واضحه جدا جدا بنسميها كده كتالوج لدبي، يخليك تبقى انت عارف انت بتعمل ايه ومطلوب منك ايه، ويوم ما يحصل ايه تعمل ايه. فبقت الامور واضحه جدا جدا في دبي، وفي انظمه سهله جدا جدا الكترونيه بقت بتسهل على الناس التعاملات بتاعتها والتحركات بتاعتها. فبقى في امان من ناحيه الفلوس بتاعتك، بقيت مطمن عليها، لو حصل لك حاجه هتوصل لاهلك مفيش مشكله. وفي استقرار. وفي حاجه خطيره جدا اختم بيها في العقارات، هي التملك الحر. التملك الحر في دبي ساعد بشكل قوي جدا ان الناس كلها تشتري عقار وهي مطمنه، لان دلوقتي التملك الحر في دبي ده معناه ان انت تقدر تشتري العقار وتستثمر فيه، ولو قدر الله بعد عمر طويل اولادك واولاد اولادك يقدروا يورثوه عادي جدا كانهم شاريين عقار في بلدهم. فده خلى الناس تحس بعيد المدى او طويل المدى. اتمنى ان اكون غطيت لكم سبب رئيسي او الاسباب الرئيسيه ليه الناس بتستثمر في العقارات في دبي دلوقتي، وفي حلقات جايه تابعوها. اشوفكم على خير. سلام.